كاملة متكاملة ما شاء الله عليها. جربوه يا جماعة، حلو جدا الطريقة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. بصي، وطاجن الفول ده هتأكلي كل العيلة. عايزة تعرفي بقى ازاي انا عملته؟ يلا تعالي بسرعة معايا على الفيديو، نقول كده بسم الله ونشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دايما بحب أبدأ أتكلم معاكي بالصلاة على النبي. صلي وبلاش تبخلي. دلوقتي بقى هنعمل أحلى طاجن فول. أول حاجة بنحط القلاية بتاعتنا، نحط فيها كمية كده من الزيت، ونحط كمان شوية من البصل. بصي بصلتين حلوين كده، يعني ايه، حاجة كده جايبة من الآخر زي ما بيقولوا. هتحطي البصل وتديله تشويحة خفيفة خالص، يعني ايه، كل الحاجات بتاعتنا هتدبل. وعندي بقى هنا طماطمتين، على فلفلتين، واحدة كده كمان حراقة لو انتي حابة، على بشرة جزرة خفيفة. وبرضك هندي لكل ده تشويحة كله على السريع يا جماعة. النار عالية وايديكي كده بتودي الخضار بتاعك يمين وشمال. وبعد كده يعني بصي، انا واثقه ان انت هتعتمد الطريقه دي. بس قبل ما تخرجي من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك عندي في القناه. وبعد كده ما اديته تشويحه، هنزل كمان عندي هنا بقى بكميه الفول اللي انت تحدديها، يعني طبعا ما انت ما يكفيكي. وبعدين هندي برضك لكل ده تشويحه كده مع بعضه، اهو زي ما انت شايفه كده، بسرعه بسرعه. بصي كل الشغل ده على نار عاليه، مش هياخد معانا وقت خالص، يعني ما شاء الله. والله يا جماعه حلو جدا جدا، الله عليه والله على ريحته بس. وبعدين هنبدا نبهرها بقى. انا طبعا ما فيش احلى ولا اجمل من الكمون. فول يعني كمون. عندي هنا بحط له شويه بابريكا، وممكن تستبدلوهم بشويه من الشطه، بس انا كنت حاطه قرن فلفل اخضر بيحرق، فايه استكفيت بيه وحطيت شويه بابريكا. عندك كمون، عندك بقى شوية من الفلفل الأسمر، وعندك شوية كمان من الملح الأبيض، على قد بقى النسبة اللي انت ترتاحي فيها، على قد ما تحبي يعني. وبرضك هندي لكل ده تشويحة كده مع بعض، وكل ده على نار عالية كده بسرعة بسرعة يا جماعة. عشان انا مش عايزة هنا الخضار بتاعي ينزل ميته، احنا عايزين نحتفظ بكل الصوص الموجود فيه. بعدين هنا نقلت كل الخضار وكل الحاجات اللي كانت موجودة معايا في القلاية في الطاس في البرام ده. وممكن لو انتي ما عندكيش برام تعمليها على عين البوتاجاز. هتحطي البيض بنفس الطريقة كده وتحطيه على عين البوتاجاز وتغطيه، هتلاقي كله استوى معاكي. عندي هنا حطي بقى كمية البيض برضك اللي على قد افراد اسرتك. وكنت حاطة عليها رشة خفيفة كده من الفلفل الاسمر. هنبدأ بقى نديها شوية من الجبنة الموتزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر، المتاح عندك مفيش مش مشكلة، عادي يعني عدوها. المهم النفس والمهم الطعم يا جماعة، هو ده اللي بيفرق. الوقت بقى ندخله الفرن، وبعد ما يطلع نرجع نشوفه سوا. طبعا انا بدخله الفرن على درجة حرارة 180، الفرن شغال من فوق ومن تحت وعينك عليه، عشان احنا عايزين البيض بتاعنا يستوي ويطلع معانا بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا لو عجبك الفيديو اوعي تخرجي من غير ما تحطي لايك وتعملي اشتراك عندي في القناة. ولو انت مشتركة بالفعل انزلي بقى حطي لي لايك. وشكرا ليكم لكلامكم الجميل، وشكرا لمتابعتكم لقناتي. ما تحرمش منكم يا رب، وربنا يخليكم ليا. واي حاجة انتوا عايزين تسألوا فيها بس سيبوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. مع السلامة، واحلى واجمل سحور يا رب بألف هنا. ونتقابل في وصفات تانية كتيرة بإذن الله.